أنشأ وحدة سرية جوه الجهاز مهمتها مش التجسس على جواسيس العدو، لكن التجسس على نجوم الفن وأي شخصية مؤثرة سياسية أو فنية أو حتى إعلامية. وكانت خطته خبيثة وعبقرية في نفس الوقت. يبعت حد يتقرب من الفنانة أو الشخصية المهمة، يستدرجها بحفلة أو سهرة خاصة أو حتى حب مزيف، وبعدها يطلب منها تروح فيلا معينة، مكان أنيق فخم مريح، لكن جوه كاميرات مخفية بتسجل كل شيء من غير علم الضحية. الفيلا دي كانت معروفة داخل الجهاز باسم مصيادة العسل، مكان مخصص للتصوير الجنسي بهدف الابتزاز والسيطرة الكاملة. أول ما التسجيل يتم يتحول لملف يتخزن في أرشيف خاص داخل المخابرات، ولو الشخص بدأ يخرج عن السيطرة يتبعت له شريط أو صورة أو حتى مجرد تليفون مجهول يقول إحنا عندنا كل حاجة، فكر قبل ما تتكلم. الفنانات تحديداً كانوا في مرمى ناره، مش بس لأنهم مشاهير، لكن لأنه شهرتهم كانت السلاح اللي بيستخدموا ضدهم.